وبعدين جمال عبد الناصر ينتهز فرصه انه الرئيس عبد الرحمن عارف رئيس العراق قال انه عاوز يروح يتكلم مع القياده السوفيتيه لانه يعني لازم يدونا سلاح اكثر من بيدوه لنا وادونا اسلحه دفاعيه، الكلام اللي كان بيتقال في ذلك الوقت. الامريكان بيدوا الاسرائيليين اكثر، فعبد الرحمن عارف قرر يروح. فلاقي ورقه قدامي بخط جمال عبد الناصر بيقول فيها ايه؟ بعتها لبوميديان وهي بتوري اسلوبه في التعامل، وانا لانه بعض الناس يتصوروا انه كان بيأمر، لكن بيبعت لبوميديان بيقول له عندي راي وهو سفركم مع الرئيس عبد الرحمن عارف إلى موسكو وإبلاغهم أن الموقف السوفيتي المتردد سيضر بنا ولا بد من مساعدتنا لاستئناف الحرب، ما رأيك؟ برد عليه بوميديان. هنا جمال عبد الناصر قصد، هم بيشتكوا، مراد غالب بيقول من فضلكم يا جماعة وقفوا الكلام ده كله اللي حصل في القاهرة واللوم والعتاب واللي موجود ظاهر في بيروت وفي غير بيروت وفي دمشق وكل حتة. فإحنا بنقول له اصبر من فضلك اهدى، لكن ما حدش من عندنا بيتحرك، واخدين سياسة ضبط النفس وعدم الترامي، لكن بنسيب عبد الرحمن عارف عايز يروح بنقول له من فضلك روح، وبعدين بنقول لبوميديان روح معاه. وفي قصد من هذا انه هنا في دولتين ما هماش مشتركين مباشرة في المعركة، ما عندهمش ضغط وجود ارض محتلة، ثم كلا الدولتين دولة بترولية غنية، ثم كلا الدولتين موجودة في موقع حاكم، العراق موجودة في هذا الموقع الذي هي فيه في الخليج على رأس الخليج، والجزائر موجودة في وسط البحر الأبيض وفي امتداد المغرب العربي. فبدل احنا ما نروح بيروحوا هم، بيروح عبد الرحمن عارف وبيروح بوميديان ويروحوا. وانا اشرت من قبل للمحضر بتاع مقابلاتهم هناك في موسكو، واظن انه انا كل ما ارجع اقرا هذا المحضر تاني، وهذا محضر بعتولي تكرم، بعتولي الرئيس بوميديان لانه كان عارف ان انا مهتم، لكن انا الاقي في هذا المحضر اشياء احنا ما كناش نقدر نقولها في ذلك الوقت. الاقي في مشهد المشهور اللي انا اشرت له كذا مره، وهو انه بوميديان الرئيس عبد الرحمن عارف بطبيعته كان رجل خجول وهادي يعني ما بيتكلمش كتير قوي وصوته خفيض. كان بوميديان كان قضيه ثانيه، بوميديان قائد جيش التحرير الجزائري، بوميديان ازهري قديم اتعلم في الازهر، بوميديان ثوري عاش الثوره في الداخل، وبالتالي كان قادر يتكلم كثوري لا يستطيع ان يعني مع عبد الرحمن عارف كانت ميزته انه اخو عبد السلام عارف وقد تلاه، يظهر حكايه من يتلو دي حكايه قديمه عندنا قوي موجوده في المواريث العربيه، لكن بوميديان قضيه ثانيه، ده قائد جيش التحرير الثوري، ده كذا ده كذا الى اخره. فبوميديان كان قادر يقول كلام ما حدش يقدر يقوله، هو ده اللي طلع شيك ب 100 مليون جنيه استرليني وقال لبريجنيف اذا كانت مساله ثمن سلاح متاخرين في اقساط دفع سلاح ادي بندفع ثمن سلاح مقدما، ادونا سلاح. وبريجنيف بيرجع له الشيك بيقول له ده كلام ما نقدرش نعمله، يعني الاتحاد السوفيتي مش تاجر سلاح يعني. وبعدين بيقول له ايه؟ كوسيجن بيتكلم، وكوسيجن انا الاقيها قدامي في المحضر، مرات كوسيجن يبقى عنده تجيله، انا شفتها كتير في المفاوضات، عنده موجات سينيسيزم، عندنا ابو ساركازم، قالوا احنا اديناكم احسن اسلحه عندنا في الاتحاد السوفيتي وانتوا سلمتوها للاسرائيليين، احنا اديناكم احسن طيارات واديناكم احسن دبابات واديناكم كذا والسلاح اللي انتوا بتشتكوا انه ده ناقص عندكم ومش كافي ومش كفء كمان الفيتناميين بيحاربوا فيه. فبوميديان ما حدش كان ممكن يرد عليه، يقول له يا سيدي سياده الرئيس نحن قوم لا نعرف الا قياده الجمال الابل، تعالوا ورونا ايه اللي تقدروا تعملوه لنا معانا. طب كوسيجن يفاجئ يقول عاوزين نيجي نحارب معاكم، ما عندناش معاكم، تعال ابعتوا خبراء، ابعتوا قوات دفاع جوي في هذه اللحظه. حقيقه انه الكلام اللي قاله بوميديان وفي مفاوضات الكلام ما كانش كله بحده بهذه الطريقه، لكنه في ناس راحوا مصر بعيده، لكن في ناس راحوا ابلغوا الاتحاد السوفيتي ان هناك حاله استياء عربي من ترددهم الى اخره. لكن احنا في هذا الوقت ساكتين. من الحاجات الغريبه قوي وانا بشوف الوثائق انه المرحله اللي كان فيها باسم جمال عبد الناصر بيسمع ناس كتير قوي، الاقيه مسجل بعض اللي سمعوا وهو يحاول انه
الاقي على سبيل المثال سمع من إريك رولو على سبيل المثال انه ديان قال لنحوم جولدمان هناك امرين فقط يمكن ان يقيد حريتي في العمل العسكري ضد مصر: